ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. فيديو النهارده هقولك على باكج الشو تايم اللي هينزل معانا يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. والباكج هيكون جامد جدا 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 يا اخواتي، لان الباكج هيكون فيه اساطير وهيكون فيه ناس كتير كويسه. تمام، لان الثلاث لعبة شو تايم هيكون لعبة قويين جدا جدا جدا. والباكج هيكون عن اليانج بويز او افضل لعبة الشباب يعني في المطلق. تمام يا اخواتي، فالباكج هيكون الصراحة جامد جدا جدا جدا. فمن غير لك كتير ومن غير ما اطول عليكم، ما تنساش لو عجبك الفيديو ده نعمل بلايك واشتراك وتصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتنزل تنضم لجروب التليجرام. وبس كده، تعالوا اقول لك على اللعيبة. اوكي يا اخواتي، هنخش على طول على باكج الشو تايم. وهو اللاعب معانا هو نيكو ويليامز، واحتمال انه يوصل 102 او 101. تمام، النسخة دي هتكون اقوى نسخة ليه، وهتكون نسخة جامدة جدا 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 يا اخواتي. فالصراحة اللاعب جامد جدا جدا، وخصوصا انه هتنزل نسخة شو تايم بعد التألق اللي عمله في اليورو. فالصراحة يا اخواتي النسخة بتاعته هتكون جامدة جدا 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 النسخة دي. فيعني انصحك لو نزل الباكج ده اصلا تفتح عليه، وان شاء الله هنعمل لكم تفتيح باكجات عليه. وتاني لاعب معانا هو كول بالمر، تمام، اللي قدم موسم خيالي مع تشيلسي، وبرضه لعب كويس في اليورو، يعني كل ما ينزل كان يعمل فرق في اليورو. تمام يا اخواتي، بس يعني للاسف ما فازش في اليورو لان هزمته اسبانيا. تمام يا اخواتي، بس اللاعب جامد جدا جدا جدا. والنسخه دي يا اخواتي احتمال انها توصل 102 او 103، لان النسخه دي هتكون نسخه جامده وهتكون اقوى نسخه برضه للاعب. فالصراحه يا اخواتي اللاعب جامد جدا جدا ويستاهل نسخه اقوى من كده كمان. تمام، تالت لاعب معانا هو ايرلينج هالاند، تمام يا اخواتي، او الفايكنج زي ما بيلقبوه الناس. اللاعب جامد جدا جدا واللاعب خرافي ومهاجم، بص طرش الطرش. فاحتمال النسخة دي توصل 104 و 105. تمام، لأن النسخة دي جامدة جدا 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 يا اخواتي. وطبعا احنا عارفين كلنا هالاند في الفينش وفي الالتحام الجسدي وفي بص كل حاجة عنده في الهيدنج. بص كل حاجة عنده. النسخة دي الفينش 90 قبل التطوير، يعني هو بعد ايه، بعد يعتبر نص التطوير الفينش 90 عنده. يعني احتمال الفينش يوصل، لو في 101 الفينش هيوصل 101. لأن اللاعب يستاهل يا اخواتي والله، واللاعب جامد جدا جدا جدا، واللاعب خرافي كل ما تعنيه الكلمة من جمدان حرفيا. تمام، تعال نخش بقى على الهايلايت بتاعهم. تمام، الهايلايت هيكون متواجد معانا افضل لعيبه، هيكون جولر، تمام، هيكون تيل معانا، وهيكون جرناتشو، وهيكون زير اميري، وهيكون يالدز اللي هو بتاع يوفنتوس ده. بس يا اخواتي انا متوقع انه يكون اقوى لاعب معانا في الباكج هو جرناتشو، لانه جرناتشو الصراحه انا بحبه كده لله في لله كده يعني. فهو اللاعب جامد والله ويستاهل. فيعتبر هتكون نسخة قوية برضو الجرناتشو، واحتمال انها توصل 99 او 98. هو باكج الهايلايت اصلا مش قوي جدا ولا ضعيف جدا، يعتبر في المتوسط. بس الصراحة يا اخواتي الباكج عموما جامد جدا جدا جدا، ويستاهل انك تفتح عليه لو معاك كوينز وبتقدر تشحن، يستاهل انك تفتح عليه. وبس كده كنت قلت لك على باكج الشو تايم اللي هينزل معانا يوم الاثنين اللي جاي. فما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك وتصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتنزل تذكر الله في كومنت. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي على خير يا صاحبي، سلام.